الأهلي يوافق على مشاركة إبراهيم عادل ومحمود لبيب وعدد من لاعبي الشباب مع المنتخب الوطني للشباب وديا يوم الأحد الساعة 9 مساء. أشرف بن شرقي يعود من الساحل الشمالي بعد الإجازة للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد شائعات كاذبة عن إصابته في المباراة الودية الأخيرة. الأهلي يوفر واقي كتف لإمام عاشور لتفادي الانتكاسات قبل عودته للتدريبات بحماس كبير. غياب أبو علي عن تدريبات كولومبوس كرو الأمريكي يعطل ظهوره الأول، مع ترقب الأهلي تألقه وتسجيل 10 أهداف لتحصيل امتيازات مالية بالعقد. هاني أبو ريدة يحاول تنظيم مباراة ودية بين المنتخب الوطني ونيجيريا قبل إفريقيا بناء على طلب حسام حسن. حسام حسن يراقب ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي لاختيار 2 لمعسكر المنتخب. الزمالك يؤكد صعوبة لحاق أحمد ربيع بمباراة سيراميكا كليوباترا الافتتاحية مع شكوك حول لحاقه بالمباراة الثانية. الزمالك يدرس ضم الفلسطيني عدي دباغ في ظل صعوبة التعاقد مع أجانب جدد. رضا عبد العال يحذر الزمالك من التفريط في صلاح مصدق المدافع المغربي ويخشى انتقاله لمنافس محلي. السفير التونسي في القاهرة يشكر الأهلي وإعلامه على حسن الاستضافة خلال معسكر تونس في مدينة طبرقة، ويصف الأهلي بأنه نادي اجتماعي له دور كبير. السفير يؤكد أن إقامة الأهلي معسكره في طبرقة اعتراف بالإمكانات التونسية، ويتوقع زيادة إقبال الأندية الأوروبية والعربية على المدينة الموسم المقبل. السفير يعبر عن سعادته بلقاء الكابتن محمود الخطيب في مقر الأهلي وانبهاره بإمكانات النادي التي تضاهي أندية أوروبية كبرى. أيمن يونس عبر إكس: كل لاعب ينتقل من ناد لآخر له دوافعه، لكنه لا يجد تفسيرا لهروب اللاعب الفلسطيني أبو علي إلى أمريكا.